النهارده احنا في منلي، بصور لكم المكان. انا واقف قدام البحر، فطرت في الكافيه ده الصبح اول ما وصلت. زي ما انتم شايفين قاعده ملوكي. المكان ده مشهور جدا، بيعمل قصاي. النهارده طبعا عشان مش ويك اند فمش زحمه، بس الطبيعي في الويك اند بتاعه بيبقى عليه طوابير طوابير. ودول غطاسين بيحضروا العده بتاعتهم، نازلين ياخدوا لهم غطس. زي ما انتم شايفين الاماكن شكلها عامل ازاي. النهارده يوم من الزحمه. ده كده ممشى بطوله على الميه، ودي بيوت لناس عايشين قدام الميه. بصوا منظر البيوت. خيال علمي. ودي حاجه بيسموها اوشن بول، زي حمام سباحه كده معمول جوه الميه. الموجه عاليه النهارده فانا خايف اقرب من السور اغرق. الاوشن بولز دي حاجه مشهوره قوي هنا في شواطئ استراليا. خيال. المكان ده على طول بيمشينا لكذا كافيه قدام، وشاطئ تاني الناحيه التانيه، جزء من شاطئ منلي سيدني. وده اللي هناك بعيد قوي ده شاطئ منلي نفسه، هصور عنده لما اوصل له. كده احنا راجعين تاني. دي كلها اماكن على الميه. ده مكان شكله قافل النهارده، بيعمل درينكس مشهور قوي برضو، شكله بيفتح ويك اندز بس. وده الكافيه اللي انا خدت فيه فطاري. كده احنا راجعين ناحيه شاطئ منلي. احنا دلوقتي متجهين ناحيه الشارع الجانبي جنب الكافيه. بصوا البيت ده هنا مشهورين قوي بالسيرفنج زي ما انتم شايفين. شاطئ منلي اساسا اول شاطئ في العالم بيتعمل فيه بطولات سيرفنج. هنا الاسترال هوايه عندهم موضوع السيرفنج ده، من اهم الرياضات عندهم. هم اساسا بني ادمين عايشين في الميه صيف شتاء، يعني في الصيف الميه متلجه وتلاقيهم جوه الميه عادي. انا باجي على طول صيف شتاء في منلي، بس طبعا ما اقدرش انزل الميه في الشتاء.
هنا جزء تاني من مانلي. الريستورانتس بدأت تفتح عشان ده ميعاد الغدا زي ما انتم شايفين، ناس واقفة البوكينج بتاعها. ده مكان ايطالي برضو، القعدة هنا على المية، وفي قعدة اندور. هنا في بافاريان، ده ألماني. ده شاطئ تاني في مانلي برضو. هلف بيكم في الحتة دي، بعد كده ادخل المكان اللي انا هاكل فيه. بافاريان عنده قعدة اوت دور وقعدة اندور، مكان كبير جدا، مشهور جدا في استراليا، بالذات ان بيبقى فيه فيستيفال الماني هنا في شهر 10، بيعمل بقى اوفرز. والسيتي في سيدني نفسها، في السيتي بيبقى فيه زي فيستيفالز واماكن بتبيع اكل الماني وحفلات وناس بتغني اغاني الماني ومزيكا الماني. ده بيتي برجر، ده محطة الفيري، وسيلة النقل في المية، الناس كلها جاية هنا. ده ريستوران مكسيكان بيبيع حاجات مكسيكان. ده فيش اند شيبس. ندخل هنا قريبين من المكان اللي انا داخل اتغدى فيه. بصوا ده بوبا كافيه صغير قوي، ده مكان الناس بتحط فيه تركن العجل بتاعها اللي عايزين يقعدوا في مكان ولا حاجة جايين بالعجلة. وارف بار، ده المكان اللي انا رايحه وهاكل فيه. عنده بيتزا مفيش اجمل من كده. هعمل اوردر وهصور لكم البيتزا لما تنزل. خلينا بس ندخل على المكان. من اكتر الاماكن اللي انا بحبها مانلي. شايفين؟ بصوا المية، ده شاطئ تاني مليانة شواطئ، يعني هو مكان شواطئ في كل حتة. ده الاندور بتاع المكان اللي انا داخله، بس انا هقعد اوت دور، مكان في نص المية، تبقى قاعد وحواليك المية وشايف المناظر دي وشايف المراكب. يا رب تكونوا شايفين اللي انا شايفه. كل الاماكن دي اللي حوالينا هنا هبقى اروحها وهبقى اصور. هو وارف بار دي قاعدة قدام المكان نفسه او الدور، وفي زي الجزء ده في نص المية، ده اللي انا هدخل اقعد فيه. بس هوريكوا باقي الريستوران اهو. عنده قاعدة تانية خارجية اهي. ده مدخل تاني للفيري اهي. الفيري اهي، هي لسه واصلة، نزلت ناس ودلوقتي خدت ناس ورجع تاني، بتروح عند السيتي، وفي واحدة جاية من بعيد هناك اهو. الدور اللي فوق ده برضو في مكان مكسيكي اسمه الكامينو، رهيب، اكله رهيب. المكان ده بقى خيالي، الديكور بتاعه
بصوا المنظر بتاعه، بصوا الدخله بتاعته، هو لسه شكله ما فتحش، بيحضر. بس كل الترابيزات مفروشه وعليها كل حاجه، كل الترابيزات دي بتبقى محجوزه. وده المطبخ بتاعه من ورا اهو، ده موقف الفيري. نرجع بقى نقعد في المكان اللي احنا هناكل فيه. هقعد في المكان الاوت دور اللي هو في نص الميه. في فيري جايه من بعيد اهي. في واحده خارجه، شايفين؟ ندخل جوه المكان. قاعدة بشماسي على المية في الشمس، خيال علمي. بنعمل اوردر من هنا، هروح اقعد اخد تيبل وارجع اعمل اوردر واوريكم الاكل. يلا. بيتزا نزلت، دي اللي انا هاكلها النهارده. المنظر خيالي والريحة حاجة تانية، جنان يا جماعة. نبدأ ناكل مع الكوك زيرو طبعا قدام الفيو ده، حاجة تانية. زي ما انتوا شايفين، دي بالجمبري وفلفل الوان، حاجة كده خيالية، والريحة حاجة تانية خالص. يلا هسيبكم بقى وابدأ اكل.